لو لسه ما عملتش التحديث الجديد للواتساب فانت فايتك حاجه مهمه جدا. دلوقتي تقدر تفتح حساب الواتساب بتاعك على 4 اجهزه. ازاي؟ كمل الفيديو البسيط ده. في فيديو هيظهر قدامك دلوقتي انا جايب جهازين، جهاز عليه الواتساب وجهاز تاني انا عاوز اسجل الواتساب ده على الجهاز ده واخلي كل حساب زي ما هو ما اخرجش من التاني. هعمل ايه؟ وبكل سهوله من غير ما هكتب رقم ولا هعمل اي حاجه. هي في ثانيه واحده بس هتبدا تعمل سكان للباركود، هيبدا تلقائي الواتساب يفتح عندك على الجهاز التاني. دلوقتي زي ما انت شايف يا صاحبي انا بدات ادخل على الواتساب الاساسي وهبدا اروح على الاعدادات وهتلاقي فيها حاجه اسمها لينكد ديفايس. هبدا ادخل عليها وهتلاقي هنا بيقول لك سجل 4 اجهزه. مجرد ما هضغط على الاختيار اللي هيظهر قدامك ده اللي هو لينكد ديفايس هيبدا كده يفتح لي الكاميرا اللي هو بيقول لي هنا اعمل سكان للباركود على الجهاز اللي انت عاوز تفتح عليه الحساب ده. فابدا ارجع كده على الجهاز الثاني زي ما ظهر قدامك كده في الفيديو وهبدا كده امشي خطوه خطوه اكني هسجل على الواتساب من اول وجديد. وهتلاقي بعد ما هعمل الموافقه والمتابعه هيقول لي اكتب الرقم. طبعا انا مش هكتب رقم، انا عاوز نفس الرقم اللي هناك افتحه على الجهاز ده. فهلاقي كده فوق 3 نقاط، لو بصيت هتلاقي فيه اختيارين ظهروا لي. وارد ان انت تروح تعمل ده يظهر لك كلمه مساعده بس. لو ظهر لك كلمه مساعده فلازم ترجع تتاكد ان انت عامل تحديث للواتساب اخر حاجه علشان الميزه اللي فوق تظهر معاك اللي هو ربط الاجهزه او زي ما ظهرت قدامك. وهتبدا تدخل عليها وهيبدا هنا يجيب لك الباركود. طبعا انت هنا هتجيب موبايلك الاساسي، هتلاقي هنا بيقول لك تصور الباركود. مجرد ما هتصور الباركود هتلاقي بيفتح معاك الشات زي ما انت شايف كده، او هيفتح معاك حساب الواتساب اللي على الاصلي على جهازك الثاني. ممكن تعمل ده على 3 اجهزه تانيين غير الجهاز اللي انت سجلت عليه، يعني بيقول لك معاك لحد 4 تقدر تسجل بنفس الرقم. طبعا دي ميزه انا شايفها كويسه، يعني انا مثلا عندي في الشغل بقدر ان انا استخدم موبايل الشغل وانا قاعد في البيت من غير ما اخد موبايل الشغل معايا عن طريق الميزه دي اللي هو ابدا كده اعمل سكان للباركود بتاعي على موبايل الشغل يبدا يفتح لي الواتساب على جهازي وابدا ان انا اتابع مع العملاء وانا قاعد في البيت من غير موبايل الشغل. الميزه دي طبعا هتنفع في حاجات كتير قوي، خاصه بقى لو انت عندك ابنك، عندك حد قريب ليك حابب ان انت تعرف هو بيعمل ايه او بيراسل مين، ممكن تستخدم الميزه دي. فكفايه عليكم كده، حبيت اكلمك عن الميزه دي لو انت لسه ما تعرفهاش. الفيديو اللي جاي هعرفك ازاي تقدر تتجنب الميزه دي وتخرج منها ازاي، وتتابع اذا كان حد فتح الواتساب بتاعك وبيراقبك ولا لا. ما تنساش يا صاحبي بالله عليك تعمل اشتراك بالقناه، تفعل زر الاشعارات علشان يوصلك اي جديد انا بعمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.